وعودة متعة الإيجيبشن ليج بالقطايف واللطايف. نظام الدوري الجديد محدش فاهم حاجة خالص، إصابات بالجملة في فريق الزمالك، ناقصاها هي أصلها. الحكم محمد عادل هو نجم المباراة. يلا بينا يا زملكاوية نحلل اللي حصل في افتتاحية الدوري في مشروبك اللذيذ، ويلا على سهرتنا الكروية. بس بفكرك تعمل لايك، وصلوا الفيديو ده لل 500 لايك، واعمل اشتراك في القناة. يلا دخلونا على 1000 مشترك، وفعل جرس التنبيهات عشان توصل لك حلقاتنا اول ما تنزل. واظن كفايه انا رغي لحد كده، ويلا بينا نخش في المعمعة. مشجعين الزمالك في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من هندسة التحليل للزملكاوية فقط. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي في افتتاحية الدوري 3-2، فافتتح التهديف الفارس الأبيض بناصر ماهر بعد اسيست روعة من عبد الله السعيد في كرة ثابتة على حدود المنطقة، وبعد كده اتعادل للبنك محمد هلال من ضربة جزاء، وبعد كده التقدم الثاني لنادي الزمالك برأسية روعة من ناصر منسي بعد عرضية ولا أحلى من ناصر ماهر، ويتعادل تاني محمد هلال للبنك برضه من ضربة جزاء، ثم اخيرا يهدي الفوز السعيد عبد الله السعيد لضربة جزاء للزمالك. لو بصينا على الشوط الاول فهنلاقيه كان شوط مقفل جدا، ومعظم اللعب كان محصور في نص الملعب، ومفيش فرص حقيقيه للفريقين. مفيش غير كرة واحده بس للزمالك بين العارضه والقائمين، ومفيش ولا كرة بين العارضه والقائمين للبنك الاهلي. حتى نسب الاستحواذ كانت متقاربه جدا، بس الزمالك كان ماسك كرة شويه، الا ان هو استحواذ سلبي وما كانش قادر يخلق فرص حقيقيه في دفاعات طارق مصطفى. والزمالك كان بطيء قوي في المرتدات، ومفيش الربط السريع بين الخطوط ساعه ما بتنقل اللعبه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. اما البنك فكان بيلعب معظم الشوط ميديم بلوك من على خط السنتر، ومقفل كل دفاعاته ومش مدي اي مساحات لنادي الزمالك. ولازم اشيد باسحاق يعقوبو اللي كان عامل شوط عالمي، وقدر يمسك زيزو وكان خانقه طول الشوط ومش عارف يتنفس منه الواد، وفضل الوضع كده لحد ما الزمالك سجل الهدف الاول، وبعديها ابتدى البنك الاهلي يطلع من مناطقه الدفاعيه ويضغط على الزمالك عالي. بس عجبني قوي الارتداد الدفاعي للفريق الزمالك ساعه ما بيتعمل علينا كرات مرتده. اما الشوط الثاني فكان شوط اسرع نسبيا، خصوصا بعد تغييرات جوميز لما نزل ناصر منسي ومشلاك، فالفريق ابتدى يتحرك شويه، وكان ده بعد ما حطينا الجون ولسه البنك عايز يتعادل، فبيضغط عليك عالي، ففي شويه مساحات وكان في هجمات متبادله بين الفريقين. بس البنك الاهلي الحقيقه فريق محترم جدا، بيعمل منظومه الضغط العالي كويس جدا، وبيعرف يطلع بالكرة تحت الضغط وهو مضغوط في نص ملعبه بشكل مميز قوي. وعندهم اللعيب اللي اسمه ياو انور ده يا جماعه، لعيب حلو قوي، سريع ومهاراته عاليه وبيعرف يدربل بالكرة، الصراحه حاجه مميزه. بس البنك الاهلي بعد ما اتعادل رجع تاني لطريقته بتاعت الشوط الاول، ورجع يدافع ميديم بلوك من على خط السنتر لغايه ما الزمالك سجل الهدف الثاني، فرجع البنك يضغط لغايه ما اتعادل، وبعدين رجع لطريقته الاولانيه ويدافع لغايه ما اخيرا الزمالك قدر يحسم الفوز 3-2 ويحسم الثلاث نقاط. بس قابل يا معلم ثلاث اصابات: زيزو اصابه، ناصر ماهر اصابه، محمد حمدي اصابه. يا جماعه ده الزمالك اصلا محتاج فرقه، احنا عندنا نواقص في اغلب المراكز، ناقصين احنا اصابات كمان. بس الحمد لله التوقف الدولي جاي قريب، وان شاء الله نستفيد من التوقف ده ونرجع لاعيبتنا المصابه لغايه ما نشوف الاداره هتعمل ايه في الانتقالات الشتويه، وهيعرفوا يدعموا الفريق بلعيبه شكلها ايه. بس انا بقى في كلمتين عندي عايز اقولهم لبودة عبد الله السعيد. الصراحه يا جماعه مجهود جبار، لعيب 39 سنه بيلعب 90 دقيقه، واول دقيقه زي اخر دقيقه، وبيحط لك بلنتي في الدقيقه 90 وهو مركز في قمه تركيزه وفي قمه نشاطه. الصراحه ما شاء الله عليك يا عبد الله، ربنا يحميك من الاصابات يا ابني، وتكمل معانا لاخر السنه زي ما انت كده. اخر حاجه بقى هي نجم المباراه الكابتن محمد عادل، حكم المباراه. ايه يا كابتن، ايه يا كابتن، ايه الاخطاء دي يا كابتن، في ايه يا كابتن؟ يعني في ضربه جزاء لحسام عبد المجيد في اول 3 دقايق وقلنا ماشي ما حسبتهاش ولسه الماتش في اوله ومش هينفع يحسبها وعديناها وشربناها، لكن في الدقيقه 34 في كوره عجيبه جدا يا جماعه، الكوره فاول للبنك وهو ادى الاتاحه، واللعيب بص الكوره وراحت للعيب هو كان اوفسايد وضيع الكوره، ترجع تاني للفاول؟ ما خلاص، ما انت اديته الاتاحه وهو ضيع الكوره، وانا ما قطعتش منه الكوره، الخصم مش هو اللي قطع الكوره، هو اللي اللعيب كان اوفسايد وضيع الكوره، انا مالي؟ ترجع للفاول ازاي يعني؟ انا ما فهمتهاش الغلطه دي. وعندك بقى ضربتين جزاء من وحي الخيال محدش شافهم قبل كده، الضربتين دول لو في اي دوري في اوروبا مستحيل يتحسبوا. الاولى تلاحم عادي ما بين الاثنين لعيبه وما فيهمش اي مشكله، والثانيه اللعيب عواد ايده ما لمستش رجل اللعيب
واللعيب هو اللي ضرب عواد برجله في دماغه، يعني اصلا تبقى فاول لينا وانذار على اللعيب. انا ما فهمتش اللي انت عملته ده الصراحه يا كابتن، شويه اخطاء ما تتفهمش. وانا مش هقول بقى اصل دي نظريه المؤامره وهو متآمر على الزمالك، لا يا جماعه، بدليل ان هو حسب لنا ضربه الجزاء اللي في الاخر. لو هو مؤامره وبتاع ما كانش حسبها. بس انا شايف ان فعلا مستوى التحكيم عندنا بقى سيء جدا. الحكام لازم تتأهل اكتر من كده، لان ده بيضيع مجهود ناس كتير. مش كفايه ان احنا ما عندناش جماهير ومبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق، كمان هيبقى التحكيم وحش. يعني مش ممكن يا جماعه، لازم نحسن الجوده شويه، لان ده بيضيع مجهود ناس كتير قوي. وده ياخدني للموضوع التاني اللي هو نظام الدوري الجديد، اللي الناس كتير مش فاهماه ومتلخبطه. يا جماعه احنا هنلعب نص موسم عادي خالص، كل الفرق هتلاعب بعض نص موسم، يخلص الدور الاول من الموسم، يشوفوا اول 9 فرق هيلعبوا بعض في دوري صغير، يصفوا ما بينهم يجيبوا من الاول للتاسع، ويطلع منهم اول وثاني وثالث ورابع اللي هيلعبوا في افريقيا، والتسع فرق الاخرانيين يصفوا مع بعض، واخر 3 فرق هينزلوا يهبطوا للدوري الدرجه الاولى، ويصعد مكانهم 3 فرق. والمفروض ان هم عملوا النظام ده عشان نخلص زي بقيه الكوكب في شهر 5 او اوائل شهر 6. ربنا يسهل ويخلصوا فعلا كده. صحيح كان في كذا فكره غير الفكره دي. في كمان حاجه، انت هتكمل بنقطك. يعني انت دلوقتي لعبت، انت التاسع ومعاك 20 نقطه، هتخش النص الثاني من الموسم انت التاسع معاك 20 نقطه، بس هتلاعب 8 فرق غيرك بس وتصفي معاهم، وهكذا. المفروض ان ده يخلصنا في شهر 6. هنشوف، اتمنى بقى ما يبقاش فيه تأجيلات، واصله بيلعب باسم مصر، واصل بيرفع راس مصر حاليا. فكنا من السكه دي ونخلص في شهر 6 عشان اللعيبه تاخد اجازه زي بقيه خلق الله، ونمشي دورينا مظبوط، وندي مواعيد افريقيا مظبوط، ويبقى كل حاجه ماشيه زي الفل. وبكده ابقى خلصت كلامي. بس كلامنا سوا اكيد لسه ما خلصش. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، وسيب لي رايك في الكومنتات، وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك حلقاتنا اول ما تنزل. كنت معاكم محمد الجوهري وهندسه التحليل. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.